لأن حلم تيري كان أكبر من كده، فوكسكون في 2005 طورت وبقت أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم بفضل تعاونها مع شركة موتورولا ونوكيا. ولو لسه مش مدرك مدى نجاح الشركة دي عالميا، بص بس للشركات اللي فوكسكون بتصنع لها منتجاتها حاليا. شركات زي ابل وتوشيبا وموتورولا وامازون وشارب وديل وجوجل واتش بي وسيسكو وسوني وانتل ونينتندو وشاومي وايسر ومايكروسوفت وهواوي ونوفو وغيرهم كتير. لكن العدد الأهم والأكبر اللي قلب الموازين كلها كان سنة 2000 مع شركة أبل الأمريكية. شركة أبل كانت بتدور على شريك يقدر يحول تصاميمها لأجهزة منتجة على نطاق واسع بدون التفريط في جودتها العالية والحفاظ على سرية تقنياتها، والاتنين كانوا متوفرين عند فوكسكون. فوكسكون كانت في الأول بتصنع بس المذر بوردز لأجهزة الماك، بعد ما كانت أبل بتصنع كل أجهزتها بالكامل جوه مصانعها في الولايات المتحدة. لكن مع الوقت بقت عاوزة تنتج أسرع وبجودة عالية، وده خلاها سنة 2000 تروح لفوكسكون عشان تدير